ضروريا باش يتشافى. موراها بقى كيهضر معاه خو الفردي عطاه يلعب به شويه. المهم داير لي خاطرو، وهو خارج من تما طلباتو الفرمليه يخليها تربي سيرجي حيت عز عليها، ولكن القائد رفض وقال لها بلي غيديوه لدار الايتام حيت تما تقدر تبنى شي عائله. عيات ما تلح عليه ولكن والو، غيمشي لدار الايتام هي غيمشي. دخلوا حتى دوك الكشافه اللي لقاوه اول مره بقاو كيضحكوا ويلعبوا معاه، وحتى هو كان ظريف ومقبول. في الاخر ديال النهار عطاهم من دار كادو وتحركوا. في الليل غنشوفوا الفرمليه جالسه مع صاحبتها كتعاود لي على سيرجي، قالت لها بلي عز عليها بزاف وما عمرها بكات على شي جندي مجروح كيف ما بكات عليه، وخايفه القائد يبعدوا عليها. قالت لها صاحبتها حاولي مع القائد، ردات عليها بلي حاولات معاه ولكن ما يقدر يدير والو حيت هو غير كينفذ الاوامر. النهار الاخر مشى واحد من الجنود عند القائد قال ليه بلي كاع الجنود ولفوا سيرجي وكيشوفوا في ولادهم اللي مخليين في الدار، داكشي علاش ما كرهوش يبقى معاهم. رد عليه القائد بلي حتى هو ولفو باغي يبقى ولكن ما كاينش اللي يعتني به. النهار الاخر جا واحد الساط من دار الايتام ياخذ سيرجي، جروا القائد لواحد القنت جلس معاه